يا صباح الورد والفل والياسمين على عيون احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. صباح الرضا والسعادة والخروجات الحلوة والمصايف وكل حاجة حلوة على عيون احلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 كمان مرة وحشتوني. انا ريهام احمد، دي قناتي، فتاكدي ان اشتراكك هيفرق معايا يا ست الكل. اشتركي في القناه من علامه الاشتراك اللي بتظهر لك تحت الفيديو باللون الاحمر، اضغطي عليها هيطلع لك 3 خيارات، اختاري اول خيار فيهم هو الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناه يوصلك اشعار بيه، تدخلي تنوريني كده باحلى لايك من احلى اخت في الدنيا. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم. تكمله الفيديو اللي فات. النهارده بقى خلاص ماشيين ورايحين المصيف. رايحين فين يا ريهام؟ هتصيفي فين؟ هنصيف في اسكندريه. اسكندريه الماريه يا جماعه، انا وترابها الزعفران، زي ما بقول اسكندريه الماريه وترابها الزعفران. انا بحب اسكندريه جدا جدا جدا. انا جربت كذا مصيف تاني فمش عارفه ما ارتحتش الصراحه. هنا بقى كنا على المحطه، اخدنا القطر المتجه من كفر الزيات لاسكندريه. وهنا كنت قاعده في القطر وزعلانه جدا جدا جدا، زعلانه ليه يا ريهام؟ عشان ده قطر روسي. قطر الروسي يعني ايه؟ القطر الروسي يعني آه مش القطر العادي، مش مكيف ولا هو عادي، هو ما بين المبينين، ما بين البنين. انا من الناس اللي ما بحبش القطارات عامه، فحجزنا مكيف، فالمكيف راح علينا، ما لحقناهوش. ودخلنا الروسي اللي كان بعديه ب10 دقايق، واتطوقنا في فلوس جوه علشان احنا كنا حاجزين مكيف وما ركبناش. المفروض المكيف كان اغلى من الروسي. الروسي عامل 25 جنيه، والمكيف عامل 40 جنيه، بس لازم تتطوقي لو ما ركبتيش القطر اللي انت حاجزاه. التطويق يعني ايه؟ بتدفعي فلوس غرامة، يعني زي غرامة كده جوه القطر. اتطوقنا ب50 جنيه جوه القطر زيادة على فلوس التذاكر. تمام. دخلنا القطر وهنا كنا وصلنا اسكندرية خلاص. الحمد لله. عاوزة اقول لكم ان انا اول ما بنزل من القطر كده بتشاهد. انتي ماشية من غير ولادك ليه؟ ولادي ركبوا العربية، وانا جيت انا وجوزي وبنت اخت جوزي، قلنا بقى ايه؟ ناخد بقى ايه؟ نتفسح كده في الطريق، وناخدها بقى ايه؟ موتوريجل يعني في القطر بقى من غير عربيات بقى كده ونستمتع بجو اسكندرية الحلو ده. هنا بقى كنا وصلنا خلاص الرصيف بتاع اسكندرية او محطة مصر. احنا بننزل في محطة مصر مش سيدي جابر. ليه بقى؟ علشان ننزل نلاقي مواصلات على طول. هتشوفوا دلوقتي احنا عملنا ايه. اول ما نزلنا من القطر اتجهنا بقى على البوابة بتاعة المحطة، وبعد ما بنطلع من البوابة بناخد الاتوبيس، او مش عارفة هو اسمه ايه، مش عارفة هو ده اللي بيسموه في اسكندرية المشروع ولا ايه. الصراحة حبيت ان انا اصور لكم المحطة من بره، علشان لو حد حابب ان هو يجي واول مرة يجي. عاوزة اقول لكم الموضوع سهل جدا جدا جدا. انا مسافرة كذا مرة اسكندرية لوحدي، فالموضوع مش صعب ولا حاجة. ده كان خلاص متجهين لباب المحطة، هنطلع من الباب هنخرج من الباب، وده شكل المحطة من بره. اسمها محطة مصر. محطة مصر وهي في اسكندرية ازاي؟ ايوه زي ما بقول لكم كده. دي اخر محطة القطر بيقف عندها، اللي هي بعد سيدي جابر. تمام. بننزل محطة مصر بنتجه للبوابة اليمين. انا مصوره لكم الطريق كله علشان تبقوا عندكم خلفية. في ناس مش ما سافرتش قبل كده بالقطر، يعني كل سفرها مواصلات اللي هي العربية وكده. فحبيت ان انا اديكم فكرة برضو لو جايين بالقطر هتمشوا ازاي وتتحركوا ازاي. انا من الناس اللي بحب اسافر بالعربيات، لكن جوزي قال لي لا، القطر اسهل، وعلشان العربية بعيدة عن المعمورة، او مش عارفين هننزل نركب ايه، بحيث ان احنا الشقة في المعمورة. فقلت ايه، خلاص يا بنت مش مشكلة بقى كده، وايه، ونركب القطر وخلاص. نزلنا من القطر، دخلنا البوابة على اليمين، يعني اتجهنا مشينا البوابة اللي على اليمين. وبعدين ماشيين بقى طوالي كده لحد لما هنلاقي الاتوبيسات هنعدي الشارع بس، وبعدين بنلاقي الاتوبيسات واقفة زي ما انتم شايفين كده. ده شكل الاتوبيس اللي هنركبه، اللي هو الخط منظرة المعمور. وطبعا كنا واصلين زي ما انتم شايفين كده في عز الشمس. عاوزه اقول لكم ان الجو، طبعا احنا في اسكندريه اهو، بس الجو شمس قوي قوي قوي، وكان الناس مستنيه خط المعموره كتير جدا، وكان الاتوبيسات اللي هي اخرها المنظره. فقالوا بقى ايه اللي هو ماسك الاتوبيسات هنا او الموقف، قال هيكملوا بيكم المعموره. هنا كنا وصلنا المعموره خلاص، وعاوزه اقول لكم الشمس ما كنتش عارفه اصور فيها خالص. هنا كنا وصلنا خلاص عند المعمورة. هنقف بقى
وكنا مستنيين عند البوابة والعربية هتطلع تاخدنا، علشان دخلة البوابة لازم يبقى معاكي كارت، يا اما تدفعي الفرد بندفع عليه 30 جنيه دخول على البوابة. فقلنا بقى طالما احنا يعني الشقة متأجرة جوه ومعانا الكروت ان احنا نخرج وندخل بيها، فالعربية طلعت خدتنا من بره ودخلنا كده. وصلنا عند العمارة اللي فيها الشقة او الشاليه اللي احنا هنقعد فيه. عامة المعمورة كلها شاليهات، يعني العمارة بتبقى 3 ادوار، في عماير او ابراج فيها، بس احنا كنا مأجرين اللي هو كان 3 ادوار. كنا واخدين في حوالي في الدور التاني. عامة اخت جوزي هي اللي كانت مأجراها، وكانت مأجراها من سمسار. وعلى فكرة هتروحوا هناك هتلاقي سماسرة كتير جدا 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 جدا، بس علشان ما ينضحكش عليكم حاولوا تأجروا الشقة من قبل ما تخرجوا من البلد اساسا. هنا تعالوا نشوف الشقة كده. كنا وصلنا وطلعنا عند الشقة خلاص، فحبيت بقى ان انا اخدكم جولة في الشقة. الشقة مكيفة 3 اوض، كل اوضة فيها سريرين، وفي اوضة سرير بس كبير. اول ما بندخل من الباب كده، هنا انا كنت لابسه المايو، كنا تاني يوم، بس حبيت ان انا اخد لكم المقطع ده احطه لكم في اول يوم علشان تبقوا عندكم خبره الشقق بتبقى عامله ازاي هناك. اوضه اوضتين حسب بقى ما انت بتحتاجيها هتلاقيها. في شقق اوضه واحده، في شقق مش مكيفه، متبقاش السعر بتاعها بيبقى غالي قوي، بتبقى يعني سعرها مهاوت شويه. اول ما بندخل من الباب بنلاقي سفرة، وبعد كده دي الصالة مكيفة برضو، بس التكييف بتاعها كان فيه مشكلة، ما كانش شغال. هنا بقى هندخل على الفرندا او الروف ايا كان. موجود كراسي زي ما انتوا شايفين كده، وكان في بالترابيزة، وموجود منشر برضو، بحيث ان احنا لما نخرج مثلا من البحر كده ننشر عليه. ما كانش موجود منشر على البلكونة من بره، وده الفيو بتاع الشاليه من بره. عندنا هنا زي ما انتوا شايفين كده موجود زرع موجود حوالين الشاليه كله. وكمان كان جنبنا قصر المنتزه، اللي هو المنتزه، تمام. البوابة بتاعة المنتزه اللي هي داخلة من معمورة، فكانت قدام العمارة بتاعتنا أو العمارة اللي احنا مأجرين فيها الشقة، مش العمارة بتاعتنا. يا رب كده يكون عندي شقة زيها كده تعولي. فكده كان فيو بتاعها. ندخل بقى كده وتعالوا اوريكم المطبخ بحمامين. الشقة حمامين و3 اوض ومطبخ كبير. الحمام موجود زي ما انتوا شايفين كده، فيه المساحة والجرادل، وموجود دش، وموجود سخان في الحمام التاني. وندخل المطبخ، اول ما بندخل المطبخ كده على ايدنا الشمال التلاجة، وموجود مطبخ دوران. حالة المطبخ كانت كويسة جدا، لكن التلاجة كنا حاسين ان هي يعني نوعا ما بتسقط مية كده، بس كانت شغالة والحمد لله. ودي احسن حاجة في الموضوع، لان انا روحت قبل كده شقة قبل كده كانت التلاجة بايظة فيها، فكان عندي يعني مشكلة جدا جدا مع الاكل اللي انا واخداه. موجود كاتل، وموجود كمان بوتاجاز، موجود غسالة فوق اوتوماتيك، موجود كذا طبق كده علشان لما نغسل هدومنا في الاطباق البلاستيك الكبيرة. هنا موجود كوبايات 3 4 كوبايات شاي، وموجود معالق. تقدروا تجيبوا معاكم برضو حلال اطباق سكاكين. لكن انتوا هتلاقوا في الشقة لو انتوا من الناس اللي بتحبوا يعني ايه تاكلوا في الحاجة بتاعتكم، او متحبوش مثلا انكم تستخدموا حاجة غيركم، فيستحسن انكم تجيبوا حاجتكم معاكم، تمام. هنا بقى طبعا انا كان معايا ناس غيري في الشقة، اخوات جوزي وبناتهم وكده، فهتلاقوا الكاميرا كل شوية تبعد يعني عن المكان وكده، تمام. دول 3 اوض منفصلين جدا عن الصالة وعن المطبخ والحمام. دي الأوضة اللي انا كنت واخداها، أوضة زي ما انتوا شايفين كده. اول ما بندخل الاوضه موجود سرير كبير، وكمان تكييف، وكان موجود ورا الستاره دي شباك بيطل على الجنينه ورا. موجود دولاب كبير جدا، موجود 2 كومودين وكمان تسريحه، وكمان كان موجود الكرسي اللي انتوا شايفينه ده. موجود بقى ايه كبرتايه، وكمان كان موجود لحاف اللي هو لحاف الفايبر. ده كان العلاج بتاعي، انا كنت جاهزه خلاص وكنا هننزل. فده كان تاني يوم. هتشوفوا الفيديو بتاع تاني يوم بكره، بس انا حبيت ان انا ادمج لكم الفيديو في اول يوم عشان تبقوا شفتوا الشقه يعني. ده الحمام التاني. موجود زي ما انتوا شايفين كده المرايه والحوض والتويلت، وكمان موجود اللهم ذكرني البانيو، وكمان موجود السخان.
الحمام تحفة جدا، الشقة تحفة 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 فوق ما تتخيلوا. مكيفة كلها 4 تكييفات في الشقة. هنا دي كانت تاني أوضة. وكان في أوضة تالتة بس معرفتش ان أنا اصورها لكم علشان يعني كان فيها ناس وكده، اخت جوزي كانت موجودة جوه فمعرفتش ان أنا اصورها لكم. ده التكييف، ده تكييف اهو بوريكم ان الأوضة مكيفة برضو. وده بقى الفيو بتاع الأوضة، نفس الفيو بتاع الأوضة بتاعتي لأنهم الاتنين كانوا لازقين في بعض. تمام. بوريكم الفيو عامل ازاي. طبعا التكييفات تحت الشبابيك، فكده كده التكييفات موجودة، ما كناش بنفتح الشبابيك خالص الموجودة في الأوضة. الستاير طبعا والحاجات تحفة جدا كأنها لسه جديدة، كأن كل عفش كأن لسه جديد. ده سريرين فالأطفال كلها الموجودة قاموا لامين سريرين كده وقالوا هننام عليهم، فقلنا لهم ماشي تمام. موجود برضو دولاب زي ما انتوا شايفين كده، وكان موجود تسريحة برضو صغنونة كده. انا بقول لكم دول سريرين اهم واحنا ضمنهم على بعضيهم للولاد كلهم يناموا عليهم. وطبعا كان شنطنا بقى كانت موجودة من اول يوم، فاحنا فتحناها وجهزنا نفسنا وكده وكنا لابسين وكنا نازلين تاني يوم. الفيديو بتاع تاني يوم ده هينزل لكم بأمر الله الفيديو اللي جاي. وكده يعتبر الجولة خلصت في الشقة، مفضلش غير تالت أوضة ومعرفتش ان انا اصورها لكم خالص. نيجي بقى على الصالة اوريكم الصالة كده من الزاوية دي. موجود الكنبة دي بتتفتح سرير، وكمان موجود السفرة كنا بناكل عليها، ودي مراية كده موجودة بحيث ان لللابس وهو طالع وهو خارج يعني يشوف نفسه كده. ده بقى كنا اول يوم. تمام. كنا اول يوم بالليل، يعني احنا وصلنا وفضينا الاكل واكلنا وكده وقلنا ما نضيعش اليوم لان خلاص كان الدنيا ليلت. فقلنا ننزل كده، ممنوع النزول بالليل البحر. المعمورة اخرها الساعة 7، من الساعة 7 الصبح للساعة 7 بالليل، فكان ممنوع ان احنا ننزل البحر. فكانوا البنات بقى كانوا معانا هما اللي اللي نزلوا، يعني الاطفال اخدنا لهم المايوهات واخدنا لهم الدريسات عليها كده، بحيث ان هما لما يطلعوا كده يلبسوا الدرس على المايوه وينزلوا. نزلوا بقى لعبوا شوية في المية وعلى شط البحر يعني. وبالمناسبة الشطوط بالليل بتتقلب كافيتريات، فالدخول بيبقى على المشاريب، يعني ما بتدفعيش تيكت وانتي داخلة، بتدخلي عادي. لكن لازم تطلبي مشروبات، المشروبات عاملة من 55 جنيه ل120 جنيه. تطلبي بقى حسب اللي انتي عاوزاه. طلبنا شاي وطلبنا حاجة ساقعة وقعدنا بقى نستجم في شوية الهوا دول. عاوزة اقول لكم شوية الهوا دول بالدنيا وما فيها، يعني انتي قاعدة كده على البحر كده ومش عايزة حاجة من الدنيا تاني. طبعا احمد كان جايب معانا الطيارة اللي هي الصقر دي. طبعا كان في فريسكا واللي هو الترمس وكل حاجة بتتباع على الشط طبعا بالليل برضو زي الصبح بالظبط. كل اللي بيتباع الصبح هو بيتباع بالليل، بس الاختلاف ان هي بتبقى كافيتريات بالليل لازم تطلبي مشاريب، لانك بتدخليش اساسا بتيكت وانت داخله، ما بتدفعيش اي حاجه على البوابه. وزي ما انتم شايفين كده فوط بشاكير كل حاجه موجوده، بس الاسعار خرافيه، يعني اسعار يعني فوق ما تتخيلوا. هنا الصقر ده كان معانا او جايبينه معانا بقاله 3 سنين معانا، يعني كنا شاريينه من اسكندريه، كل ما نروح مصيف ناخده معانا. فاللي جبناه زياده ان ما كانش بينور، واحمد ركب له الليد ده. واحد كان معدي كده ومعاه صقور وكان بينوره، فاحمد قال احنا انا عاوز ليد، فركبناه له. وبس كده كان ده اول يوم، وده اللي حصل في اول يوم. حابه بقى ان انا انكم تحطوا لايكات كتير للفيديو، ولو لسه مشتركتوش في القناه يا ريت تنزلوا تشتركوا.